ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اعمل معاكم النهارده الترند اللي مكسر الدنيا السنه دي في رمضان، المكشكشه. مفيش حد متهيألي ما عملهاش، فقلت اشمعنى انا بقى اللي مش هعملها، فقلت اجربها معاكم. ودي كانت النتيجه. بس قبل اي حاجه لازم هعمل السيرب اللي هسقي بيه المكشكش. فعملت كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وقلبتهم كويس لحد السكر ما داب، واديتهم نص عصير ليمونه كده، وسبتها على النار حوالي 10 دقايق او 12 دقيقه لحد القوام اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده بقى هعمل بقى الكاستر. فجبت كوبايتين كبار من اللبن، عليهم معلقتين كبار من بودرة الكاستر الجاهزة، وقلبتهم كده لحد ما انتوا شايفين اللون كمان اتغير معايا بقى لون اصفر شوية. اديتهم معلقتين كبار من السكر برضو قلبتهم. واللي هيوديه حتة تانية خالص او يديله بقى القوام الكريمي علبة القشطة الجاهزة دي، بتاعت الحلويات. حطيتها عليها وقلبتها. دي بقى بتخلي الكريمة من جوه طعمها حلو جدا. فضلت اقلب فيها لحد القوام ما بقى كريمي زي ما انتوا شايفينه كده. حطيته في صينية بايركس عشان يبرد معايا، وغطيته بورق بلاستيك او اي كيس تلاجة علشان ما يعملش الوش، ويبقى سهل معايا فرده بعد كده. طبعا بقى نجهز بقى المكشكشه بتاعتنا. دهنت صينيه بايركس او اي صينيه عندك الاول بسمن، وبعد كده حطيت رقين من ورق الجلاش ودهنتهم كويس جدا بالسمنه. وبعد كده حطيت رقين تاني، يعني حطيت تحت حوالي 6 رقات، انا عايزاها تبقى محمله معايا. يعني في ناس بيحطوا 4 بس انا حطيت 6. انا بحبها كده محمله كده وشايله معايا. ودهنتها كويس جدا بالسمنه، وسبت لها كده حروف من الجنب عشان لما احط الكاستر في النص ما ينزلش او ما يسحش معايا على الطروف. يعني سبت لها كده حروف من الجنب. بعد كده عندي الكاستر برد، وحطيته كده في النص في الحشوة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا في الوقت ده لازم الفرن يكون شغال عندي على درجة حرارة 200. ونبتدي بقى نعمل المكشكشة. بقيت ورقة الجلاش، بقيت اخد كل ورقة كده وكشكشها زي المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين. وابتديت احطها كده في الصينية على الجنب زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم واحدة تانية. نجيب الورقة كده ونتني واحدة على واحدة زي ما انتوا شايفين، سهلة جدا ومفيش ابسط من كده بصراحة. وابتديت ارصصهم كده على جنب لحد ما خلصت الكمية خالص زي ما انتوا شايفين. عندي برضو السمنة كده، وابتديت ادهنها بين الشقوق كويس قوي. يعني ما تسيبيش حتة ما فيهاش سمن، لازم تدهنيها كويس جدا عشان تحمر معايا وتستوي كمان. دخلتها على الفرن، قعدت حوالي معايا يعني نص ساعة او ساعة الا ربع لحد ما خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لازم يكون السيرب معايا بارد، وسقيتها بيه زي ما انتوا شايفين عشان يطلع مقرمش معايا. واديتها بقى المكسرات، اي مكسرات عندك، فستق، لوز، بندق. بجد طعمها حلوة جدا، بس ما تستاهلش الثمن او السعر اللي بتتباع بيه. يعني بتتباع ب400 و450 جنيه، كتير قوي. قطعتها بقى بعد ما بردت، ودي كان شكلها. هي شكلها حلو قوي وطعمها كمان احلى بكتير. والتكه بقى اللي بتخليها احلى واحلى هوريها لكم دلوقتي. يعني انا بعد ما حطيتها كده في وقت التقديم بقى وتيجي تقدميها، انا بكون مجهزه بقى شويه لبن، عليهم شويه سكر، وعليهم معلقتين من الكريم شانتيه الباودر، وبيكونوا دافيين كده. وسقسق بقى الجلاش بتاعي باللبن ده، بيبقى مسقسق كده باللبن ده، بيبقى تحفه، طعمه بيبقى خرافي. صدقوني جربوها، وصدقوني بتاخدش معاكم وقت خالص ولا مجهود ولا مكلفه اصلا. يعني مش مكلفه، يعني هي كلها على بعضها ما كلفتنيش 70 جنيه. والف هنا وشافه. باي باي.